ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهارده ان شاء الله باذن الله مكملين سلسله فيديوهات المناهج التعليميه. هنتكلم عن منهج الصف الثالث الابتدائي، ووصلنا لليسن 3 من الوحده السابعه من منهج الترم الثاني. يلا نسمي الله. اول حاجه النهارده هنتكلم عن الفونكس، والدرس ده مهم جدا جدا نسمع الفيديو لحد الاخر. ان شاء الله باذن الله مش هنطلع من الفيديو الا واحنا فاهمين كل جزئيه النهارده من اجزاء الدرس. اول حاجه النهارده بنتكلم عن جزئيه الفونكس اللي هي الصوتيات او اصوات الحروف. عندي هنا معلومه مهمه جدا في منهج جريد 3. بيقول لي ايه؟ قال لك ان لو عندك دبل ليترز، لو عندي حرفين جايين ورا بعض زي الدبل اف في كلمه كوفي، مالها بقى دي يا مس؟ قال لك بيطلعوا only one sound. يعني ايه one sound؟ بيعملوا صوت واحد بس. يعني انا اوريدي قدامي مثلا دبل اف، تمام كده، بس انا اوريدي مش بنطق او مش بيطلع من الدبل اف دول اللي هم قدام مني الا صوت واحد بس للاف، يعني اف واحده بس اللي بننطقها. زي مثلا بنقول ايه؟ كوفي. انا هنا نطقت اف واحده بس، ما قلتش لا، انا قلت كوفي. يبقى الدبل اف عملت معايا only one sound اللي هو صوت اف واحده بس. وصوت حرف الاف كوفي، كوفي. مافن، مافن اللي هي بمعنى كعكه اسفنجيه. off بمعنى مقفول او مغلق او مطفي. off coffee muffin off police officer اللي هي ضابط شرطة. كلمة officer عندي في double F بس only we have pronounced it as only one sound واحد بس اللي هو عطاني صوت حرف الاف، لكن هم اوريدي احنا كاتبين دبل اف وبيطلعوا صوت واحد بس اللي هو صوت حرف الاف، صوت واحد بس. ده بالنسبه لحرف الاف بس. قال لك لا، وكمان لو عندي دبل ال، لو انا الكلمه اللي قدام مني فيها دبل ال، 2 ال كده جايين ورا بعض، مالها بقى يا مس؟ قال لك ما بتنطقش غير اونلي وان ساوند. يعني الدبل ال بتطلع لي صوت واحد بس اللي هو صوت ال واحده بس. زي كلمه ايه؟ تول بمعنى طويل. الصوت اللي عندي هنا الحرفين دبل ال عملوا اونلي وان ساوند واحد بس اللي هو ال واحده بس. تول. واحنا عارفين ان الاي if it followed by double ال، لو حرف الاي جه بعد منه دبل ال انا بنطقه as in off sound، بقول تول. تمام كده. كلمه دولار برضو الدبل ال في كلمه دولار انا نطقتها ال واحده بس. تعالوا نشوف باقي الكلمات. بيل اللي هي جرس، دبل ال نطقناها ال واحده بس. نفس الكلام برضو على لو كلمه عندي فيها دبل اس، زي كلمه ايه؟ جلاس اللي هي كوبايه زجاج، فيها دبل اس عندي اقول ايه؟ جلاس. يعني اوريدي انا نطقت اس واحده بس. هما دبل اس في الرايتنج، لكن انا عندي البرونسيشن بنطق اس واحده بس، ما بقولش جلاسس، لا جلاس. برضو نفس القصه في كلمه دريس اللي هي فستان، دريس. دي كانت جزئية الفونكس. هنقرأ مع بعض جزئية الكلمات دي تاني بسرعة. أول كلمة قلناها كوفي مافن اوف بوليس اوفيسر ضابط شرطة. والدبل ال تول دولار بيل. طب والدبل اس عندي كلمة جلاس اللي هي كوباية زجاج، وعندي كلمة دريس اللي هي فستان. كده احنا عرفنا جزئية الفونكس بتاعتنا النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض الجزئية التانية. هو هنا جايب لي اكسرسايز بوب، يعني عبارة عن بوب كويز اللي هي اختبار قصير على جزئية الفونكس. هنسيب كويستشن نمبر 1 لان ده جزئيه listening. مفترض ان الطالب بيسمع التيتشر كويس قوي وهي بتقول الكلمه وبيعمل الميسنج ساوندز. اللي هي ايه؟ الاصوات الناقصه عندي من الكلمه. نمبر A عندي نمبر 1 في A، انا بقول كلمه ايه؟ تول. يبقى الحرفين اللي ناقصين هنا عندي دبل ال، بقول تول. نمبر 2 دريس. الحرفين اللي ناقصين عندي في نمبر 2 دبل اس. نفس القصه في نمبر 3 بوليس اوفيسر. التيتشر بيقول الكلمه والستودنت الطالب just listening to يعني الطالب مجرد ان هو بيسمع للتيتشر بيقول ايه وبيحط الميسن ليترز، بيحط الاصوات او بيحط الميسن ساوند بيحط الصوت اللي هو سمعه كتابه في الكلمه. زي ما بقول ايه؟ بوليس اوفيسر. طب ايه الحرفين الناقصين؟ دبل اف. وعملوا معايا ايه؟ عملوا معايا only one sound، صوت واحد بس. دي جزئيه listening في الكويز ده. طب question number 2 هنحله ازاي بقى؟ look circle and write.
look يعني انظر، circle حط دايرة، write يعني اكتب. هو جايب لي هنا صورة معينة، picture معينة، دي رسمة فستان dress، وجايب لي 3 اختيارات، الدبل ال والدبل اس والدبل اف. انا هنا بختار ايه؟ dress. ايه الساوند اللي انا المفروض هعمله او هحطه وهكتبه؟ دبل اس. يبقى انا هنا هحط دايره على الدبل اس، وبرده هكتب الدبل اس جنب كلمه دريس، جنب الدي والار والاي. ده تاني سؤال، برده كلمه مافن، بشوف الحرفين اللي ناقصين اللي هم الدبل اف وبكتبهم في النقط، وبحط برده عليهم دايره، لان الكويشن هنا بيقول لي لوك circle and write، يعني تبص على الصورة وتحط دايرة على الحروف الميسنج اللي هي المفقودة دي، وتكتب كمان الحروف في الكلمة نفسها اللي هو جايبها. ده كان question نمبر 3. نمبر 2 وبرده هنا كلمة tall بمعنى طويل، ناقص معايا الدبل اف، هحط دايرة على الدبل ال، هحط دايرة على الدبل ال، على الحرفين ال، وبرده هكتبهم في النقط تحت عندي كلمة tall TALL. دي كان تاني جزئية. طب تعالوا نشوف هنا الجزئية اللي بعد كده، عندي جزئية مهمة جدا 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 ومفيش امتحان بيجي سواء لجريد 3 جريد 4 5 6. يا ريت كل الجريدز تسمع الجزئية دي. الجزئية دي بتتكلم عن البانكتويشن ماركس. اللي هي ايه البانكتويشن ماركس دي؟ اللي هي علامات الترقيم. طيب يا مس يلا بقى نشوف احنا هنحل السؤال ده ازاي. تعالوا كده هوريكم بس سؤال قبل ما نشرح. هو السؤال بيكون بالشكل ده، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي punctuate the following. يعني ايه punctuate the following؟ يعني حط علامات الترقيم للجمل الآتية. ده بيكون شكل السؤال. انا تعمدت اوريكم شكل السؤال قبل ما اشرح. شكل السؤال بيبقى معايا سؤال اساسي في الامتحان، بيجي اخر سؤال في الامتحان عندي في الورقه، بيقول لي punctuate the following. يعني ايه يا مس punctuate the following؟ يعني حط علامات الترقيم للجمله دي. تعالوا كده in details نسمع، وحضري ورقه وقلم نسمع بالظبط ازاي هنحل سؤال الترقيم، عشان طلبه كتير بتغلط فيه، بتنقل الجمله زي ما هي، بيفتكروه كوبي وبينقلوا الجمله زي ما هي ومش عارفين السؤال ده بنحله ازاي. طيب السؤال ده سهل جدا جدا، وخساره قوي ان احنا نضيع درجته. تعالوا نسمع مع بعض السؤال بتاع البانكتويشن ماركس هنحله ازاي. نمبر 1، اول حاجه يا ستي عندي كابيتال ليترز اند بانكتويشن ماركس. كابيتال ليترز قال لك انا اول حرف عندي في اول كلمه في الجمله must be capitalized. يعني ايه must be capitalized؟ يعني لازم يبقى كابيتال. الحرف الاول من اول كلمه عندي في السنتنس اللي هو جايبها لي لازم يكون كابيتال. تمام، دي اول جزئيه. قال لك امتى تاني بستخدم الحروف الكابيتال؟ قال لك الحروف الكابيتال بستخدمها لما يكون عندي اسماء اشخاص، جنسيات، اسماء دول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي كلمه احمد، عندي محمد، مصطفى، علي، whatever، اي اسم سواء اسم بنت او اسم ولد. تمام، اسماء الاشخاص. جنسيات زي Egyptian، French، American، كل دي اسمها nationalities اللي هي الجنسيات. طب واسماء الدول زي Egypt، كايرو، فرانس، امريكا، كل اسماء الدول واسماء الجنسيات واسماء الاشخاص لازم تبدأ معايا بحرف كابيتال. ده بالنسبة للكابيتال ليترز، ان اول حاجة الحرف الكبير في بداية الجملة، اول حرف في اول كلمة من الجملة لازم يكون كابيتال. تاني حاجة الحروف الكبيرة بتبدأ تكون معايا، اسماء الاشخاص لازم تبدأ بحرف كابيتال، الجنسيات، اسماء الدول. دي كانت ايه جزئية نمبر 1. تعالوا نشوف البارت 2 الجزئية التانية، علامة الاستفهام بقى اللي هي question mark. لو انا عندي جايب لي سؤال، تمام، انا السؤال عندي لازم ينتهي بكويستشن مارك. يعني ايه كويستشن مارك يا مس؟ يعني علامة استفهام. طب لو هو اوريدي جايب لي sentence زي I'm French، يعني انا فرنسي الجنسية، it's a sentence، دي جملة، ففي نهايتها بحط period. period يعني نقطة، period يعني نقطة. يبقى انا كده اول جزئية عرفتها ان الحرف الاول بيكون كابيتال. تاني حاجة لو عندي اسماء اشخاص، جنسيات، دول، لازم برضو تبتدي بحرف كابيتال. تاني جزئية if it a sentence، لو دي جملة ends with period بحط لها نقطة. طب وده لو question بقى، لو ده سؤال ends with punctuation mark. punctuation mark اللي هي علامة الاستفهام، زي الكويستشن اللي قدامي ده where are you from، يعني من أين أنت. ده طبعا سؤال لازم أنهيه بكويستشن مارك اللي هي علامة الاستفهام. يا رب تكون الجزئيات دي وضحت. تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد منها الاكسكليميشن مارك اللي هي ايه بقى؟ قال لك علامة التعجب.
امتى هستخدم علامة التعجب؟ قال لك تستخدم علامة التعجب دي لما اجي اعبر عن شعور قوي. يعني ايه مثل شعور قوي؟ يعني انا بقول ايه she's very happy، هي فرحانة قوي. لا دي مش جملة ودي مش سؤال، ده اسمه اسلوب تعجب، فبينتهي بحاجة اسمها exclamation mark في اللغة الانجليزية، عبارة عن واحد وتحت منه نقطة. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها اسلوب تعجب، او بنحط في نهايته علامة التعجب اللي هي اسمها exclamation mark اللي هي علامة التعجب. دي امتى بستخدمها؟ لما اجي اتكلم عن شعور قوي لشخص ما او ليا انا. دي كانت ثالث جزئية. طب تعالوا نشوف الجزئية الرابعة عندي، استخدام الكما. امتى انا بستخدم كما؟ دلوقتي انا لو عندي هكتب قايمة مثلا او قائمة هرصد فيها حاجات معينة، هقول ايه مثلا؟ مثلا انا بحب ايس كريم، شوكولات، بيتزا and كولا. قال لك كل شويه هكتب and لا مش هنكتب and. طب احنا قال لك هنعمل ايه؟ قال لك هتستخدم الكما. الكما دي اللي هي الفاصله ما بين ايه؟ قائمه الاشياء اللي انت هتتكلمي عنها. انا اقول I like it chocolate وبعد كده بحط كما، ما هقولش بقى I like it chocolate and ice cream and pizza. لا دي حاجه اسمها redundancy، بتعمل عمليه التكرار دي بتزهق وبتبقى يعني مش لطيفه في الشكل العام للجمله. فاحنا بنعمل ايه؟ بنستخدم الكما. بقول I like it chocolate وبعد كده بحط بعد منها كما، وبعدين بذكر الحاجه الثانيه ايس كريم بحط كما، بيتزا بحط كما، واجي قبل الاخر حاجه انا بقولها في القائمه اللي انا بتكلم عنها وبحط بقى كلمه and بس في الاخر قبل اخر حاجه انا بقولها. يا رب تكون الجزئيه دي وضحت. تعالوا بسرعه كده نعمل عليها ايه؟ كويك ريفيجن، نرجعها بسرعه. ازاي هعمل سؤال البنكتويشن يا مس؟ اول حاجه الحرف الاول يبقى كابيتال، بس في جزئيه برضو هنا مش مكتوبه بحب انوه عنها للطلبه، ان انا لازم اسيب مسافه بين الكلمه والتانيه، حاجه بسيطه كده بحيث ان الكلام ما يبقاش كله داخل في بعضه وما نعرفش نقرا. انا بصور كتير قوي من الطلبه اللي عندي الجريدز اللي عندي سواء جريد 2 او 3 او 4 وات ايفر اي جريد، يعني شكل سؤال البنكتويشن بيعملوه الحمد لله بشكل جميل جدا. هبقى اصور لكم وانزل لكم. يعني الطالب لازم يسيب مسافه بين الكلمه والتانيه. نمبر 1 الحرف الاول في الجمله لازم يبقى كابيتال، هسيب مسافه بين الكلمه والتانيه. لو سنتنس بحط في نهايتها period، لو سؤال بحط question mark، لو اسلوب تعجب بحط exclamation mark اللي هي علامه التعجب عباره عن واحد وتحت منه نقطه. الكما ودي اخر جزئيه هنتكلم عنها، لما بذكر قائمه او مجموعه من الاشياء بفصل ما بينهم بكما وباجي قبل ذكر اخر حاجه في القائمه دي وبحط كلمه and. يا رب تكونوا استفدتوا من الجزئيه دي وما تنسوناش بدعوه حلوه منكم. تعالوا نشوف بعد كده سؤال البنكتويشن. هنا انا اتعمد احل معاكم بس جزئيه زي ايه. هنا بيقول لي بنكتويت ذا فولوينج، يعني حط علامات الترقيم للسؤال ده. هنشوف الشطار بقى اللي سمعوا معايا الفيديو هيحلوا السؤال ده ازاي. يا ريت ناخد سكرين من الشاشه. والكتاب ده عامه اسمه كتاب المعاصر. انا هحل معاكم بس سنتنس نمبر 1 الجمله الاولى، وبعد كده انتوا هتحلوا الباقي وتكتبوا لي تحت في الكومنتس. I'm Chinese. طب نتوقع هنا ايه الحاجه اللي ناقصه؟ هنعمل ايه في سؤال الترقيم ده؟ هنحله ازاي؟ اول طبعا حاجه، بس في جزئيه تانية هقولها لكم، ان الضمير I لازم يجي كابيتال في اي مكان في الجمله. الضمير I اللي هي انا لازم يجي كابيتال في اي مكان في الجمله. بقول I'm Chinese، انا صيني الجنسيه. الاي معايا كابيتال وبعد كده بسيب مسافه وبكتب كلمه ام عادي جدا جدا ما فيهاش اي تغيير. Chinese لازم السي تبقى كابيتالايزد، لازم حرف السي يكون كابيتال. فانا بقول I'm Chinese، انا صيني الجنسيه. يعني كلمة تشاينيز هنا يا مس هتكتب كابيتال؟ طبعا احنا قلنا الجنسيات واسماء الدول لازم تيجي معايا كابيتال لتر. وطبعا دي سنتنس بحط في نهايتها period. دي كانت الجزئية بتاعتنا النهاردة. اتكلمنا عن how to answer the question of punctuation، ازاي هحل سؤال البنكتويشن ده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. كنت مع مس أميرة انجلش في الأول جرامر. Thank you and goodbye.